البشر. من بدايات القرن العشرين الأشرار من البشر وعلى رأسهم شركة مونسانتو بدأت تغيير جيني لبذرة القمح، مدعية بأنها تريد مساعدة المجاعة العالمية الموجودة في ذلك الوقت. بدأت تغير وتغير، ومن جملة التغييرات في سبيل أن يزيد وزن القمح زيدت موضوع صناعة الجلوتين. القمحة فيها بروتين اسمه جلوتين وفيها نشويات. الله خلق الجلوتين مادة لاصقة، الجلوت باللغة الإنجليزية صمغ لاصق، فلكي يكون العجن سهل للعجن الخبز وضع الله مقدار من الجلوتين، وهي مادة بروتينية مفيدة للإنسان، لذلك يستطيع الإنسان بسهولة أن يعجن الخبز. ولكن الرز لأنه خالي من الجلوتين، إذا تطحن الرز ما ممكن تقدر تسوي الخبز من عنده. فالجلوتين مادة لاصقة، نسبة قليلة الله خلقها حتى لا تأذي مع الإنسان. الجلوتين الموجود في القمح الجديد التي طورتها شركة مونسانتو أضعاف ما كان من الجلوتين في القمح القديم. من حدود عام 1955 بدأت هذه الشركة بتوزيع هذا القمح إلى مناطق أخرى من العالم. الآن انتشر في كل العالم. الحنطة الجديدة تحمل مقدار أكثر من القمح ووزن أعلى، لكن مسألة مهمة إن الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. من خلق القمح الرباني ليس فيها أي ضرر. من أفضل نعم الله علينا هي القمح، ولكن غيروها للأسف. بدأ الجلوتين يلصق في داخل الأمعاء، المادة الصمغية تلصق داخل الأمعاء وتسبب أضرار جسيمة بالنسبة للبشر. يحصل عند الإنسان نفخ شديد، تغيير في المزاج، مرة إسهال، مرة إمساك، وآلام في البطن شديدة. للأسف الشديد كثيرين يخطئون في تشخيصه، ويقال لهم لأنكم تعانون من القولون العصبي في الوقت اللي غالبيتهم يعانون من موضوع القمح. فأعزائي المتابعين، كل من يشكو من هذه الأعراض الثلاث، آلام في البطن خاصة بعد تناول الوجبات الغذائية، اختلال في خروج، إمساك مرة، إسهال مرة، مع نفخ شديد في الأمعاء، حس انتفاخ شديد وكثرة الغازات، هذه العلامات غالبية الذين يشكون منها عندهم حساسية من الحنطة الجديدة. دكتورة في مصر اسمها الدكتورة زينب الديب وصلت إلى هذه الحقيقة وطلبت من المسؤولين العودة إلى القمح السابق، وحتى سمتها لنعود إلى القمح الفرعوني. ولكن هذا الخبر وصل إلى الشركات الإجرامية، شركة مونسانتو وعملائها من المسؤولين في داخل الجمهورية العربية المصرية، وحاربوها محاربة شديدة حتى أجبروها على أن تتراجع عن كل أفكارها وتمتنع من إعادة هذا الطلب مرة ثانية. عزتي، القمح الجديد فيها أضرار كثيرة، لذلك كثير من الصيحات تقوم في كافة الدول العالم اليوم بترك القمح، لا لأنه القمح العادي، بل لأنه القمح الذي طوروه وأضافوا إليه الجلوتين أضعافا وضعافا. أعزتي، عندما نقول الخبز أو كما يقول المصريين العيش، كل ما فيه دقيق أو طحين، القمح نفس المشكلة فيها، المعكرونة نفس المشكلة، اللازانيا نفس المشكلة، والكيك نفس المشكلة، جاتوه. أعزائي، هذا موضوع جدا جدا مهم، أرجو أن تشيروه لأعزائكم ليتعم الفائدة ويتجنبوا هذا الخطر الذي يصيبهم من الخبز. أما ماذا نأكل غير الخبز؟ هذا